الحج هو الشعيرة الرابعة في الإسلام، وهو آخر ما فرض من الشعائر والعبادات التي رسم الله حدودها ومعالمها. والحج هو تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار والرحلات، ينتقل المسلم فيها ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين الذي أقسم الله به في القرآن، للوقوف بعرفات والطواف ببيت الله الحرام الذي جعله الإسلام رمزا لتوحيد الله ووحدة المؤمنين به، ففرض على المسلم أن يستقبله كل يوم في صلواته، فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم فرض عليه أن يتوجه إليه بشخصه ويطوف به بنفسه في العمر مرة واحدة، وهي في رحلة الحج. أيها الإخوة والأخوات، والحج يبدأ بالميقات، وهو مكان حدده الشرع ليحرم منه أهل جهة معينة. والإحرام يتمثل في نية الحج والتجرد من الثياب المعتادة التي يزهى بها الناس ويختالون. فما الإحرام في حقيقته؟ وهو أول المناسك، إلا التجرد من شهوات النفس والهوى، وحبسها عن كل ما سوى الله، وعلى التفكير في جلاله. وما التلبية إلا شهادة على النفس بهذا التجرد وبالتزام الطاعة والامتثال. وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القلب حول قدسية الله، صنع المحب الهائم مع المحبوب المنعم الذي ترى نعمه ولا تدرك ذاته. وما السعي بعد هذا الطواف إلى التردد بين علمي الرحمة التماسا للمغفرة والرضوان. وما الوقوف بعد السعي إلا بذل المهج في الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية، وأيد مرفوعة بالرجاء، وألسنة مشغولة بالدعاء، وآمال صادقة في أرحم الراحمين. وما الرمي بعد هذه الخطوات التي تشرق بها على القلوب أنوار ربها إلا رمز مقت واحتقار لعوامل الشر ونزغات النفس، وإلا رمز مادي لصدق العزيمة في طرد الهوى المفسد للأفراد والجماعات. وما الذبح وهو الخاتمة في درج الترقي إلى مكانة الطهر والصفاء، إلى إراقة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها في بناء الفضيلة، ورمز للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرار. أيها الإخوة والأخوات، ولقد أكدنا في مواضع أخرى أن المقصد الأول من العبادات هو الامتثال لله والوفاء بحقه تعالى. ومع هذا لا ننكر أن وراء العبادات آثارا طيبة ومنافع جمة في حياة الفرد والجماعة. والحج هو أكثر العبادات الإسلامية اشتمالا على الأمور التعبدية التي لا تعرف حكمتها معرفة تفصيلية على وجه التأكيد، ولكن لعله أيضا أوضح هذه العبادات أثرا في حياة المسلمين أفرادا وشعوبا. وكيف لا؟ كيف لا وقد قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. إن هذا التعليل القرآني لهذه الرحلة المباركة التي يقطعها الناس ركبانا ومشاة قادمين من كل فج عميق يفتح لنا بابا رحبا للتأمل في هذه المنافع المشهودة التي قدمها القرآن في الآية على ذكر اسم الله. أيها الإخوة الأحباب، فالحج شحنة روحية كبيرة يتزود بها المسلم، فتملأ جوانحه خشية وتقى لله، وعزما على طاعته، وندما على معصيته، وتغذي فيه عاطفة الحب لله ولرسول الله ولمن عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وتوقظ فيه مشاعر الأخوة لأبناء دينه في كل مكان، وتوقظ في صدره شعلة الحماسة لدينه والغيرة على حرماته. إن الأرض المقدسة وما لها من ذكريات، وشعائر الحج وما لها من أثر في النفس، وقوة الجماعة وما لها من إيحاء في الفكر والسلوك، كل هذا يترك أثره واضحا في أعماق المسلم، فيعود من رحلته أصفى قلبا وأطهر مسلكا وأقوى عزيمة على الخير وأصلب عودا أمام مغريات الشر. وكلما كان حجه مبرورا خالصا لله كان أثره في حياته المستقبلة يقينا لا ريب فيه، فإن هذه الشحنة الروحية العاطفية تهز كيانه المعنوي هزا، بل تنشئه خلقا آخر وتعيده كأنما هو مولود جديد يستقبل الحياة وكله طهر ونقاء. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث رواه البخاري وأحمد والنسائي. أيها الأحباب،
والحج فيه توسيع لأفق المسلم الثقافي ووصل له بالعالم الكبير من حوله، وقد قالوا السفر نصف العلم. وفي الأمثال السائرة أن حكيما قال من يعش يرى كثيرا، فقال آخر لكن من يسافر يرى أكثر. وفي هذا السفر للحج تدريب على ركوب المشقات ومفارقة الأهل والوطن والتضحية بالراحة والدعة في الحياة الرتيبة بين الآل والصحاب. ولم تشأ حكمة الله أن تجعل هذه الرحلة إلى بلد مثل سويسرا أو لبنان أو غيرهما من البلاد الجميلة التي يتخذها الناس مصيفا أو مشتى، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون الحج إلى واد غير ذي زرع لا يصلح مصطافا ولا متربعا، وذلك تربية على احتمال الشدائد والصبر على المكاره ومواجهة الحياة كما فطرها الله بأزهارها وأشواكها بحرها وقرها، فهو يلتقي مع الصوم في إعداد المسلم للجهاد. وحياة الحاج أشبه بحياة الكشاف في بساطتها وخشونتها، حياة تنقل وارتحال واعتماد على النفس وبعد عن الترف والتكلف والتعقيد الذي يناسب حياة الخيام في منى وعرفات. وقد تجلت هذه الحكمة حين جعل الله الحج دائرا مع السنة القمرية، فأشهر الحج المعلومات تبدأ بشهر شوال وتنتهي بذي الحجة، وهي أشهر كما نعلم تأتي أحيانا في وخدة الصيف وأحيانا في زمهرير الشتاء، ليكون المسلم على استعداد لتحمل كل الأجواء والاصطبار على كل ألوان الصعوبات. أيها الأحباب، والحج من الجانب المادي فرصة متاحة لتبادل المنافع التجارية على نطاق واسع بين المسلمين، وقد كان بعض المسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحاشون التجارة في أيام الحج ويتحرجون من كل عمل دنيوي يجلب لهم ربحا أو يدر عليهم رزقا، خشية أن ينال ذلك من عبادتهم أو يحط من مثوبتهم عند الله عز وجل، فأجاز الله الكريم أجاز لهم ذلك ما دامت النية خالصة والمقصود الأصلي هو الحج، ولكل امرئ ما نوى. روى البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أي تحرجوا أن يتجروا في الموسم أي موسم الحج، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال في تفسير المنار كان بعض المشركين وبعض المسلمين يتأثمون في أيام الحج من كل عمل حتى كانوا يقفلون حوانيتهم، فعلمهم الله تعالى أن الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع الإخلاص. وقوله تعالى من ربكم يشعر بأن ابتغاء الرزق مع ملاحظة أنه فضل من الله تعالى نوع من أنواع العبادة. وروي أن عمر قال لسائل في هذا المقام وهل كنا نعيش إلا على التجارة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.